لما الدنيا كلها تبان كأنها ضدك في مراحل معينة من الحياة، بيظهر شعور غريب إن العالم واقف ناحية والإنسان واقف لوحده ناحية تانية. الشعور ده مش ضعف ولا دليل إن الإنسان حساس، هو مجرد نتيجة تراكم جروح قديمة ومواقف اتثابت من غير ما تتلم. فبدأ العقل يشوف أي خلاف كأنه تهديد، وأي صوت عالي كأنه هجوم. أوقات كتير اللي بيبان كأنه حرب من الناس هو في الحقيقة حرب داخلية، ذكريات قديمة بتثور، وأوجاع مدفونة بتطلع على السطح، ومخاوف اتبنت على خذلان حصل قبل كده. ومع ذلك الإنسان بيحاول يكمل، يمثل قوة، يبتسم، ويبان طبيعي. لكن من جوه في سؤال واحد شارب في العقل: ليه كل حاجة ضدي؟ الحقيقة مش كل حاجة ضدك، ومش كل الناس بتهاجم. جزء كبير من الإحساس ده بيجي من إن القلب مر بمعارك كتير لحد ما بقى يشوف أي حركة حوالينه كتهديد. بس لازم نعرف الفرق بين حاجتين: ناس فعلا مؤذية، وناس إحنا شايفينهم مؤذيين بسبب خوف قديم. الوعي هنا مهم. لما الإنسان يقف لحظة ويسأل نفسه: مين فعلا بيحاربني؟ ومين أنا بتوقع منه الشر لمجرد إني اتأذيت من حد تاني؟ الإجابة ساعات بتغير كل حاجة. المعركة الحقيقية مش مع الناس، المعركة الحقيقية مع الصورة اللي اترسمت جوه العقل. ولو الصورة اتعدلت، نظرة الإنسان للحياة كلها بتتعدل. ومع ذلك في ناس وجودها فعلا بيستنزف الطاقة، ناس كلامها هجوم وتصرفاتها أذى، وأبسط حاجة تعملها إنها تكسر الثقة. دول لازم يتشالوا من الطريق علشان العقل يقدر يشوف بقية العالم بوضوح. ورغم قسوة الشعور ده، إلا إن ليه جانب قوي بيكشف معدن الإنسان، بيعلم الصبر، وبيخلق نوع من النضج ما ينفعش يتعلمه من كتاب. وفي الآخر، حتى لو اليوم شكله ضدك، حتى لو الظروف مش ماشية، حتى لو الناس مش فاهمة، في جوه الإنسان قوة أكبر بكتير من اللي باين. قوة ما تظهرش غير في الضيق، ولا تتأكد غير في العزلة، ولا تتكون غير لما الدنيا تضيق لدرجة تخلي الواحد يشوف نفسه بوضوح. وفي النهاية، مش لازم العالم كله يفهمك، المهم إنك أنت ما تقفش ضد نفسك.